السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على مشوار السفر بالنسبة لو أنت كنت تمريض وعايز تبدأ على طول في إجراءات السفر، أو أنت بتدرس تمريض وعايز بعد ما تخلص كلية تبدأ تمشي في إجراءات السفر إن شاء الله. طيب، أول حاجة معانا لازما دراسة اللغة، ألا وهي إنك تدرس اللغة الألمانية. طيب، هل يا ترى أدرسها بقى وأسمع بقى اللي هو جوتا وبدرس مش عارف المستوى ب 11000 جنيه ومش عارف إيه والكلام ده كله؟ لا طبعا، ادرس الألماني في أي معهد يكون معتمد، مش معتمد اللي هو معتمد من ألمانيا يعني، بس يكون جودة التعليم فيه كويسة. يعني اسأل وشوف خبرات الناس. في جروبات كتير على الفيس بتتكلم عن تعليم اللغة الألمانية في مصر والكلام ده كله. خش واستشير الناس واكتب بوست وشوف الناس هتقول لك ايه. هتلاقي آراء كتير بترجح مثلا مكان معين، او انت لو تعرف واحد زميلك درس الألماني فابدأ ان انت خد الخبرة منه. تمام كده، فده خلاص يبقى هتعلم اللغة في مكان انت عايزه. خلاص انت اختاره، بس مكان يكون جودة الألماني فيه كويسة، يعني يعلمك كويس. تمام. طيب، خلصنا من دراسة اللغة. المفروض ان انا امشي في الورق ازاي؟ قدامك حاجه من اتنين: يا تمشي مع شركه يا تمشي مع نفسك. طب هل يا ترى لو مشيت مع نفسي موضوع صعب؟ مش قوي، لا عادي. ليه؟ لان انت عندك بعد مثلا، انا برجح ان الواحد لما يكون خلص مستوى الA اينس وبدا في الاتس في نص الاتس كده بتبدا ان انت تجهز ورقك. تبدا تجهز ورق معين كده ليك عشان خاطر تبدا ان انت عايز تقدم على مكتب المعادله وتقدم على شهاده المعادله بتاعتك، عشان تشوف معادلتك تبقى بقى 4 شهور 6 شهور في 8 شهور 10 سنه ايا يكن هي ايه، على حسب عدد الساعات بتاعتك في مصر. يعني انت درست قد ايه في مصر وهو بيكمل لك هنا بقيه عدد الساعات على حسب الايه، دراسه التمريض هنا كاوس بيلدونج هنا في المانيا الممرض بيدرس قد ايه. تمام، فانت بتكمل ناقص لك بقى كام ساعه، ده اللي بيحددها مكتب المعادله. طيب، اللي هي حاجه بنسميها البشايد، يبقى شهاده المعادله دي اللي هتسمعها كتير اسمها البشايد. تمام كده، بنقدم عليه. تقدر ان انت تتواصل مع مكاتب المعادله، بس لازما الورق بتاعك الاول تطلعه. الورق اللي انت المفروض تجهزه عشان تقدم بيه على مكتب المعادله، اول حاجه يكون معاك جواز سفر. لو مش معاك طلعه، فخلاص ادي جواز السفر معاك، خلاص تمام. طيب، تاني حاجه مثلا بتطلع شهاده خبره ليك. انت مثلا شغال في مثلا في رعايه مركزه، شغال او شغال في دور مثلا، ايا يكن انت شغال في ايه، فخلي شهاده الخبره في المكان اللي انت اشتغلت فيه. طبعا يفضل ان انت تكون اشتغلت رعايه او طوارئ، ده بيكون حاجه كويسه يعني. تمام. طيب، بعد كده عندي ان انت هتطلع ترخيص مزاوله مهنه موجه لدوله المانيا، وده هتطلعه من وزاره الصحه من مكتب التراخيص. تمام، ده اكيد هتعرفه، بس اهم حاجه تقول له ان هو موجه لالمانيا. تمام كده. طيب، بعد كده المفروض ان انت معاك شهاده التخرج بتاعتك، سواء انت كنت معهد او كليه او معهد في كليه، فانت اكيد معاك شهاده التخرج بتاعتك. تمام كده. طيب، بعد كده فهو مكتب بيعادل الشهادات اللي هي من خارج ألمانيا، بيبدأ إن هو يحدد لك أنت المفروض تعادل في شهرين، في 4، في 6، في 10، في سنة، أيا يكن أنت تعادل في قد إيه، فده هو اللي بيحدده مكتب المعادلة. وتبدأ إن أنت تتواصل على النت عادي وتكتب بياناتك، وبتبدأ إن أنت تبعت ترفق الملفات بتاعتك، وإن شاء الله يردوا عليك. تمام. ما عرفتش تقدم لوحدك فانت ممكن تشوف شركه تقدم معاها. تمام، في شركات على فكره كويسه جدا ومش بتاخد عمولات، ولا في انها تستخرج لك شهاده المعادله ولا في انها تجيب لك عقد عمل. تمام. بلاش تشوف حد بياخد منك فلوس، لان الحاجات دي بتطلع من هنا ببلاش، يعني محدش بيدفع فيها فلوس. تمام، فانت شوف واسأل برضه وربنا يوفقكم جميعا يا رب. تمام، يبقى كده خلصنا من حوار الايه، شهاده المعادله. لو انت حابب برضه ربنا كرمك وقدرت ان انت تقدم مع نفسك على شهاده المعادله، تقدر بعد كده ان انت ممكن تتواصل مع المستشفيات هنا في المانيا. يعني انت تقدر تخش عادي تبحث على جوجل مثلا مستشفيات في المانيا، تلاقي في سلاسل مستشفيات كتيره جدا باسماء مختلفه في اماكن مختلفه. تبدا ان انت تخش على موقع المستشفى وتقدر ان انت تعمل ابلكيشن عادي خالص وتقدم. بس لازم يكون السي في محترم جدا. تمام، لازم الورق بتاعك تكون سحبه سكان كويس. تمام كده. بس طبعا عشان تاخد خطوه شهاده، يعني انك تقدم على عقد عمل، لازم يكون معاك بشهاده يكون افضل، لان فرصك هتبقى اكتر. تمام كده. وربنا يوفق الجميع يا رب. ولو في حد عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنتات، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. ولو ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك، ولو ما عملتش لايك اعمل لايك لو عجبك الفيديو، ويا ريت تشير الفيديو لو عجبك، بحيث ان اكبر فئه تستفاد من الفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهو مكتب بيعادل الشهادات اللي هي من خارج ألمانيا، بيبدأ إن هو يحدد لك أنت المفروض تعادل في شهرين، في 4، في 6، في 10، في سنة، أيا يكن أنت تعادل في قد إيه، فده هو اللي بيحدده مكتب المعادلة. وتبدأ إن أنت تتواصل على النت عادي وتكتب بياناتك، وبتبدأ إن أنت تبعت ترفق الملفات بتاعتك، وإن شاء الله يردوا عليك. تمام. ما عرفتش تقدم لوحدك فانت ممكن تشوف شركه تقدم معاها. تمام، في شركات على فكره كويسه جدا ومش بتاخد عمولات، ولا في انها تستخرج لك شهاده المعادله ولا في انها تجيب لك عقد عمل. تمام. بلاش تشوف حد بياخد منك فلوس، لان الحاجات دي بتطلع من هنا ببلاش، يعني محدش بيدفع فيها فلوس. تمام، فانت شوف واسأل برضه وربنا يوفقكم جميعا يا رب.
تمام. يبقى كده خلصنا من حوار الايه شهاده المعادله. لو انت حابب برضو ربنا كرمك وقدرت ان انت تقدم مع نفسك على شهاده المعادله، تقدر بعد كده ان انت ممكن تتواصل مع المستشفيات هنا في المانيا. يعني انت تقدر تخش عادي تبحث على جوجل مثلا مستشفيات في المانيا، تلاقي في سلاسل مستشفيات كتيره جدا باسماء مختلفه في اماكن مختلفه. تبدا ان انت تخش على موقع المستشفى وتقدر ان انت تعمل ابلكيشن عادي خالص وتقدم. بس لازم يكون السي في محترم جدا، تمام. لازم الورق بتاعك تكون سحبه سكان كويس، تمام كده. بس طبعا عشان تاخد خطوه شهاده يعني انك تقدم على عقد عمل، لازم يكون معاك بشهاده يكون افضل، لان فرصك هتبقى اكتر، تمام كده. وربنا يوفق الجميع يا رب. ولو في حد عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنتات، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. ولو ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك، ولو ما عملتش لايك اعمل لايك لو عجبك الفيديو، ويا ريت تشير الفيديو لو عجبك، بحيث ان اكبر فئه تستفاد من الفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت هتحتاج ان انت تخرج عدد ساعات نظري وعملي للدراسه بتاعتك، سواء بقى انت دارس مثلا معهد بس، فانت هتطلع عدد ساعات نظري وعملي لسنتين المعهد بتوعك. طيب انت درست بعد المعهد كمان كليه، يبقى هتطلع عدد ساعات نظري وعملي من الكليه، تمام كده، وبتاع المعهد. يعني هتطلع من المعهد ومن الكليه، ده لو انت كنت معهد وكملت كليه، وهكذا، تمام كده. طيب بعد كده هتحتاج ان انت تطلع شهاده ميلاد، وهتحتاج ان انت في مكاتب معادله ممكن تطلب شهاده الثانويه العامه لو انت ثانويه عامه بالفعل، وفي مكاتب معادله ما بتطلبهاش، تمام كده. فيعني وبتحتاج بقى سيره ذاتيه، يعني بتحتاج ان انت تكتب سيره ذاتيه طبعا بالالماني. وبتبدا ان انت جهزت ورقك ده كله، بتبدا ان انت تشوف مترجم محلف. تبدا في موجود عندك ناس كتير في مصر موجودين، ممكن تخش على موقع السفارة الألمانية وتكتب المترجمين المحلفين لدى السفارة الألمانية أو المعترف بيهم لدى السفارة الألمانية بالقاهرة. هتلاقي كذا واحد، شوف أقرب واحد ليك وروح ترجم عنده الورق، تمام كده. يعني ما تسمحش لنفسك إن أنت تروح لشركة والشركة دي تاخد منك فلوس ترجمة ومش عارف إيه، وتدخل نفسك في الإيه في القصص دي. فانت يعني ايه تقدر ان انت تقوم بالمهمه دي لوحدك. طيب هتروح تشوف واحد يكون قريب منك وهتروح تترجم عنده الورق بتاعك. بس طبعا قبل ما بتروح للمترجم لازم تكون موثق الورق ده كله خارجيا. يعني اي ورقه انت استخرجتها هتقوم حاطط عليها ختم الخارجيه. طبعا الورقه تقريبا بتتوثق ب 110 تقريبا، دي اخر حاجه اعرفها. هل يا ترى زادت ولا مش عارف. طيب بعد ما توثقه خارجيا تبدا ان انت تتواصل مع المترجم وتقول له انا عايز ايه اترجم الورق بتاعي الماني، تمام كده. هتبدا ان انت تروح تترجمه، بيديك ميعاد وهكذا، وتتواصل معاه وخلاص ترجمت الورق، تمام. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ المفروض ان انت تقدم على مكتب المعادله، سواء بقى تقدم لوحدك او هتشوف شركه تقدم معاها. بس لو هتقدم لوحدك بتتواصل مع بي، يعني شوف في عندك موقع اسمه انركينونج دوت دي اي. فهو مكتب بيعادل الشهادات اللي هي من خارج المانيا. بيبدا ان هو يحدد لك انت المفروض تعادل في شهرين، في 4، في 6، في 10، في سنه، ايا يكن انت تعادل في قد ايه. فده هو اللي بيحدده مكتب المعادله. وتبدا ان انت تتواصل على النت عادي وبتكتب بياناتك، وبتبدا ان انت تبعت ترفق الملفات بتاعتك، وان شاء الله يردوا عليك، تمام. ما عرفتش تقدم لوحدك فانت ممكن تشوف شركه تقدم معاها، تمام. في شركات على فكره كويسه جدا ومش بتاخد عمولات، ولا في انها تستخرج لك شهاده المعادله، ولا في انها تجيب لك عقد عمل، تمام. بلاش تشوف حد بياخد منك فلوس، لان الحاجات دي بتطلع من هنا ببلاش، يعني محدش بيدفع فيها فلوس، تمام. فانت شوف واسال برضه، وربنا يوفقكم جميعا يا رب. تمام. يبقى كده خلصنا من حوار شهاده المعادله. لو انت حابب برضو ربنا كرمك وقدرت ان انت تقدم مع نفسك على شهاده المعادله، تقدر بعد كده ان انت ممكن تتواصل مع المستشفيات هنا في المانيا. يعني انت تقدر تخش عادي تبحث على جوجل مثلا مستشفيات في المانيا، تلاقي في سلاسل مستشفيات كتيره جدا باسماء مختلفه في اماكن مختلفه. تبدا ان انت تخش على موقع المستشفى وتقدر ان انت تعمل ابلكيشن عادي خالص وتقدم. بس لازم يكون السي في محترم جدا، تمام. لازم الورق بتاعك تكون سحبه سكان كويس، تمام كده. بس طبعا عشان تاخد خطوه شهاده يعني انك تقدم على عقد عمل، لازم يكون معاك بشهاده يكون افضل، لان فرصك هتبقى اكتر، تمام كده. وربنا يوفق الجميع يا رب. ولو في حد عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنتات، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. ولو ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك، ولو ما عملتش لايك اعمل لايك لو عجبك الفيديو.